شهدت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج على مدار أسبوع كامل نشاطا موسعا للوزيرة السفيرة سهى جندي ما بين لقاءات وندوات وزيارات. واستعرضت وزيرة الهجرة في بيان صادر عنها اليوم نشاط الوزيرة خلال الأسبوع على النحو التالي: تلقت وزارة الهجرة عددا من الاستغاثات للجالية المصرية بالكويت بشأن انتهاء صلاحية الرقم القومي الخاص بهم، وعلى الفور استجابت الوزارة سريعا وتواصلت مع وزارة الداخلية. وفي إطار ما تردد عن سن تشريع يتضمن تحويل المصريين العاملين بالخارج 20% من دخلهم الشهري بالعملة الأجنبية إلى البنوك المصرية للمساهمة في دعم الاقتصاد المصري، صرحت السفيرة سهى جندي ردا على مقترح مشابه بأن الدولة المصرية لا تتدخل إطلاقا في تحويلات المصريين بالداخل أو الخارج، مؤكدة التحويلات ملك المصريين بالخارج. كما أوضحت أن وزارة الهجرة تحفز المصريين في الخارج على الارتباط بمصر